السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة جبنة كريمي من الجبنة القريش. فكرتها جميلة جدا ومختلفة، وخصوصا للأطفال اللي مش بتحب تاكل الجبنة القريش. ده القوام بتاعها كده وهي بتتغمس، كريمي وناعمة جدا. وده الشكل بتاعها. ممكن بقى تقدميها زي ما انا ما قدمتها كده، مع زيت زيتون وحبة البركة، او ممكن تضيفي نعناع ناشف. عايزه تقطع عليها فلفل وطماطم، ضيفي الاضافات اللي انت عايزاها او كليها بالطريقه اللي انت تحبيها. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. معايا كوبايه من الحليب او لبن، ومعايا ربع كيلو من الجبنه القريش. هنجيب الكبه بتاعتنا وهنضيف الجبنه، وهنبتدي ننزل باللبن اللي معانا واحده واحده علشان ما تسيحش مننا الجبنه، والقوام بتاعها يطلع مظبوط معاكي. انا هنا كده لقيتها عايزه تاني، هبتدي اضيف لها شويه لبن كمان وارجعها. هنا خلاص القوام بقى مظبوط معايا، هو ده القوام اللي انا عايزاه بالظبط. دي كميه اللبن اللي فاضت معايا من الكوبايه، وده القوام بتاع الخليط بتاع الجبنه. هي لما قعدت كمان على فكره تقلت عن كده، يعني هي لما تقعد معاكي شويه هتتقل كمان عن كده. هي باينه في الغموس بتاعها كمان في اول الفيديو. هنبتدي بقى نقدمها بالطريقه اللي انت تحبيها، مفيش اي مشاكل، وتضيفي لها الاضافات اللي انت عايزاها. بيكون الشكل النهائي بتاعها، والحفظ بتاعها بتقعد اسبوع كامل معاكي في التلاجة، مش هيحصل لها اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.